أنا كوثر، أكتر واحدة شافت عذاب في حياتها، مش عشان اتحبست سنة، لأ، يمكن علشان بناتي اللي اتبروا مني، ولا يمكن عشان اشتغلت في دار مسنين وطلعوا المسؤولين اللي فيها بيخلصوا على المرضى وبياخدوا أعضائهم، ولا يمكن عشان جوزي راح بدري وماليش أهل وفضلت متبهدلة. أنا حاليا عايشة مع مدام ثريا، ست طيبة أوي وغلبانة. أنا عايزة تعمل حكايتي مسلسل، بتقولي إن هو هيكسر الدنيا، مش عارفة هتقدر إنها تمثله ولا لأ، أصل هي حاجة صعبة أوي. لو أنا كنت زمان شفت المسلسل ده كنت قلت إيه المخرج ده جاي بيضحك بعقولنا، هو معقول في كده؟ بس للأسف كل حاجة تتعرض في المسلسل هو شيء حصل ليا فعلا، وشفت بعناية الاتنين دول، ومفيش كاميرات بتصور وكده، لأ، دي حاجة حقيقية. تعالوا أنا هقول لكم الحكاية من أول ما جوزي عادل ما كان عايش. كوثر، يا صباح الفل، أنا رايح الشغل. تروح وتيجي بألف سلامة. أمال فين سماح وحنان؟ تحت قاعدين مع ستهم. معلش يا كوثر، خلصوا وانزلي شوفوا أمي لو عاوزة أي حاجة. أكيد طبعا يا حبيبي، روح انت الشغل وانت مطمن. طب إيه، عايزة أي حاجة أجيبها لك وأنا جاي؟ لا يا حبيبي، خد انت بس بالك من نفسك. وبعد كده نزل عادل، وكانت أمه قاعدة قدام البيت، ست عقربة بتاعت مشاكل. صباح الخير يا أمي. صباح الخير يا حبيبي، ما تيجي تفطر؟ معلش بقى متأخر على شغلي والله. والهانم بقى ما صحتكش من بدري ليه؟ إن شاء الله كانت بتصحيني يا أمي، بس أنا كنت عاوز أنام شوية. تمام يا حبيبي، ربنا يفتح في وشك أبواب الرزق يا رب. عادل بس إيديها ومشي بعد ما بس بناته، وأول ما مشي أمه فضلت تنادي على كوثر. أنا ما قلتش كده، بعد إذنك. كوثر قالت لها كده وسابتها وطلعت على الشقة بتاعتها، وشوية واحد جه وخبط على باب الأم. أيوة، هو أنت مين يا ابني؟ هو ده بيت عادل إبراهيم؟ أيوة يا حبيبي، بس هو مش موجود. مش هي دي بطاقته؟ أيوة يا حبيبي، كتر خيرك. هو أنت لقيتها فين؟ الأستاذ دوت عمل حادثة، هو في المستشفى دلوقتي. هو أنت بتقول إيه؟ ابني حبيبي جراله حاجة ولا إيه؟ يا ستي هو كويس، بس عاوزك انتي ومراته تروحوا ليه. وفي اللحظة دي كوثر نزلت جري على صوتها. هو في ايه اللي حصل؟ ابني عمل حادثة. ايه جوزي حبيبي؟ قلت لها كده وطلعنا نجري احنا الاتنين على المستشفى. حبيبي يا ابني، مالك يا حبيبي، فيك ايه؟ يا عادل بالله عليك قوم يا عادل. وفي اللحظة دي عادل قام وفتح عينيه وكلم امي. كوثر يا امي، كوثر امانة في رقبتك، بالله عليك عامليها زي شيماء. قوم لي انت بس بالسلامة يا حبيبي. خدي بالك من البنات يا كوثر، انت اللي هتربيهم يا عادل، ما تقولش كده يا حبيبي. وبعدها مات عادل، وفضلوا عمالين يصوتوا. وبعد العزا ب3 أيام شيماء قالت لمامتها: انا عايزه اجي اعيش معاكي هنا. هتيجي فين؟ هو جوزك هيوافق تقعدي معايا؟ الله، هو مش شقة عادل باسمك؟ ايوه، ليه؟ مراته تمشي وبناته يتربوا معاكي هنا. اربي مين؟ هو انا فيا صحة عشان اربي عيال؟ يا أم أنا بدفع إيجار غالي قوي، بالله عليك أجي هنا ومش واحدة جاية من الشارع تقعد في شقة ملك وأنا بنت الأصول أقعد في إيجار. هي كده ماشية من هنا أكيد. طيب يلا بينا بقى نطلع دلوقتي ونقول لها. فعلا خدت أمها وطلعوا فوق عند كوثر وفتحت لهم سماح بنتها. هي أمك فين يا بت؟ تعالي يا شيماء. يلا يا حبيبتي، يلا من هنا. نعم، من هنا؟ يعني راح فين؟ هو احنا مالنا يا حبيبتي؟ اللي كان رابطنا بيكي خلاص راح. بقى هي دي الوصية اللي وصاها لك عادل عليا قبل ما يروح؟ ما تبطلي بقى تمثيل وغوري من هنا يا بنت انتي، حرام عليكم. طيب سيبوني بس يومين حتى لحد ما اشوف مكان اقعد فيه. انتي اخرك بكرة، انا عاوزة الشقة دي لبنتي. والدهب كمان يا ماما. وماله الدهب كمان ان شاء الله؟ مش هتاخدي حاجة من هنا وانتي ماشية. دهب اخوكي وهسيبه، انما بقى دهب ابويا لا يا شيماء. هو انت بقى يا بنت فاكره ان انا مصدقه ان ابوك اللي راح من كتر الجوع دوت جايب ليكي دهب؟ اقسم بالله يا حماتي ده دهب بابا، عاوزه تصدقي براحتك، مش عاوزه انت حره. مفيش دهب هيتاخد يا حلوه، هاتي الدهب ده اقلعي يلا. حرام عليكم انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ بقى هي دي وصيه ابنك؟ اخلاصي، هو احنا لسه هنرغي مع بعض؟ شيماء قالت لي كده واخدت الدهب كله من ايدي، وبعد كده سابتني ونزلت هي وامها، وانا فضلت قاعده لوحدي عمال اعيط واستغفر ربنا وادعي. وتاني يوم اول ما صحيت مشيت من البيت انا وبناتي بالهدوم بس طبعا بعد ما فتشوا هدومي، وشيماء اخدت كل حاجه عليها القيمه حتى في الهدوم. وبعد كده اخدت بعض ورحت لصاحبتي امل. كوثر يا حبيبتي، مالك يا كوثر، فيكي ايه؟ انا مش عارفه اروح فين والله. تعالي ادخلي وفهميني في ايه، انا مش فاهمه حاجه.
حماتي يا امل، حماتي وبنتها مشوني من البيت. يا نهار ابيض. طب ادخلي واقعدي. طيب هو سامي جوه؟ ايوه جوه، بس تعالي. لا طبعا مش هينفع، استأذني منه الاول. هو انت عبيطه يا بت؟ بقولك ادخلي. تعالى يا سامي، يا سامي. ايوه يا امل. مين؟ كوثر. تعالي اتفضلي ادخلي. انا اسفه ان انا جيت في وقت زي ده، بس والله العظيم انا مش عارفه اروح فين على الصبح كده. طيب بصي، البيت بيتك لان انا متاخر على الشغل، ولما اجي نتكلم. عايزه حاجه يا امل؟ لا يا حبيبي شكرا. انا عاوزك تاخدي راحتك، البيت بيتك. هما دول بناتك؟ انا اول مره اشوفهم. ايوه، سماح وحنان. سامي باس البنات وبعد كده قال لهم تحب اجيب لكم اي حاجه وانا راجع؟ شكرا، مش عاوزين حاجه. كده برضو؟ مش ده عمو؟ اطلبوا منه اللي انتوا عاوزينه. انا عايزه شيبسي يا عمو. عينيا يا حبيبه عمو، يلا سلام. مع السلامه. بصي بقى يا ست كوثر، احنا نفطر الاول وبعدين نتكلم، ماشي؟ طيب انا عملت ليكي ازعاج؟ انا اسفه والله. بتقولي بس ايه؟ انت اختي يا بت، تعالي بس يا حبيبتي. وفعلا قعدت مع امل وحضرت لي فطار. قعدنا فطرنا مع بعض احنا والبنات، وبعد ما خلصنا اكل حكيت لها على كل اللي حصل لي. يا ولاد اخدوا منك حتى دهب ابوكي؟ ايوه منهم لله. لا يا كوثر ما تسكتيش، احنا لازم نرفع قضيه عليهم. ومين بس اللي هيقف معايا؟ احنا. قومي يلا خدي البنات وادخلي نامي شويه. لا طبعا، انا هساعدك في الشقه من بكره. يعني وانت هتروحي فين يا اختي؟ يلا يا بنات ادخلوا يلا مع ماما يا حبايبي، واول ما هتصحوا من النوم هتلاقوا الغدا جاهز على طول. شكرا يا طنط. هكون انانيه طبعا لو قلت ليهم ان هم يقولوا لي يا ماما. لا طبعا ما تقوليش كده، ما هم برضو بناتك، عقبال بس ما ربنا ما يكرمك ان شاء الله. ازاي؟ ما انت عارفه اللي فيها يا كوثر، انا عندي مشكله ومشكله كبيره قوي كمان. ما تقوليش كده يا امل، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله. يلا بقى قومي نامي. فعلا دخلت ونمت انا والبنات، وبعد شويه لقيت حنان بتصحيني. هو في حاجه يا حبيبتي؟ خدي يا ماما. ايه ده؟ هو انت جبت السلسله دي ازاي؟ انا عارفه ان انت بتحبيها يا ماما، انا نزلت وعمته نايمه واخدتها من الدولاب. والله يا بنتي ما تعرفيش السلسله دي غاليه عندي ازاي، لان السلسله دي اصلا بتاعت مامتي. انا عارفه يا ماما، انا هكبر وهكون محاميه، وكمان هجيب لك حقك من عمته ومن سته. انتوا حق يا حبايبي، والحمد لله يا رب ان انتوا معايا. اما بقى في شقه كوثر، بعد ما اخدتها شيماء، كانت قاعده شيماء مع احمد جوزها. طلعت هدوم كوثر كلها. يخرب بيتك يا كوثر الكلب، بقى كل دي هدوم كانت جايباها اللي تتشك في بطنها. الله، دي حلوه قوي. هي ايه دي؟ انت يا قلبي، انت اللي محليه الهدوم يعني؟ ايوه كده بحسب. عاوزين نتكلم جد شويتين. خير هو في ايه؟ مش لازم الشقه دي بقى تبقى باسمك؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ وايام يا طافي على الكلام ده. والله دي بتاعتك انت بقى. ده اللي هو ازاي؟ مش فاهمه. اذا كان ما كانتش كاتباها لاخويا هتروح وتكتبها باسم انا؟ قوم انت بس واعملي لنا لقمه ناكلها وانا هقولك ازاي. ماشي. ايه ده؟ هو انت بتعملي ايه؟ ايه بعمل ايه؟ هقلع الهدوم دي وهلبس العبايه. بقى ده كلام برضو؟ انا عاوزك بالهدوم دي. بس كده من عناية يا حبيبي. حبيبتي. وبعد كده شيماء سابته وخرجت. احمد قعد يتكلم وقال يخرب بيتك عيله مقرفه، الهدوم شكلها حلو قوي، اكيد كانت حلوه قوي على كوثر، بقى جربوعه زيك انت تاخدهم؟ يلا مش المهم، المهم ان احنا دلوقتي هناخد الحاجه وبعدين هوصل لك يا كوثر واكيد هتجوزك. وعدى اسبوع، وفي شقه سامي كانت علق قوي بالبنات. سامي بقى يوميا يرجع من الشغل عشان يقعد ويلعب معاهم، وكانت امل وكوثر في المطبخ. ها الاكل خلص يا كوثر؟ خلاص قرب يخلص اهو، اكيد سامي جعان طبعا. هو بقى معانا، ده بقى في دنيا تانية مع البنات خلاص جننوه. حنين والله عليهم، كفاية قوي ان هو مش مخليهم محتاجين حاجة. ربنا يبارك له يا رب، ربنا يخليهم ليكي يا حبيبتي. وفي اللحظة دي دخلت حنان بنتي علينا. يا ماما امل، بابا عاوز يشرب. بابا مين؟ بابا سامي. وفي اللحظة دي امل بان الغضب على وشها وسابتنا وخرجت. انت يا زفت انت، مش عندك الا بابا واحد وبس وخلاص مات. ايوه يا ماما، بس انا بحب بقى بابا سامي وهو عاوزني اصلا اقول له يا بابا. قلتلك لا ما ينفعش. مره واحده لقيت امل خارجه عليا وباين عليها ان هي مخنوقه. ايه مالك يا قلبي، في ايه؟ مين اللي قال للبنات ان هما يقولوا لك يا بابا؟ انا. وايه المشكله؟ ما هما بيقولوا لك يا ماما، هخليهم يبطلوها. ايه يا امل مالك، فيكي ايه؟ وببص على التسريحه قدامي لقيت عليها علبه قطيفه صغيره. فيها ايه؟ مين اللي جاب العلبه دي؟
اكيد بتاعتك يا حبيبتي. لا مش بتاعتي. مالك بس فيكي ايه؟ يوه مفيش حاجة، اوعى كده. خرجت وانا متعصبة ومش شايفة قدامي، واول ما خرجت لقيت في رقبة كوثر سلسلة. دقيقة والاكل هيبقى جاهز يا امل. كوثر، بتاعت مين السلسلة دي؟ بتاعت مين؟ بتاعتي. ده اللي هو ازاي؟ مش انت كنت قلت انهم اخدوا الدهب منك؟ حنان خدتها من عمتها. لا والله. وده ازاي بقى ان شاء الله؟ من الدولاب، لان هي عرفت ان انا بحبها قوي. سبتها ودخلت حبست نفسي في الاوضه، وطول ما انا قاعده بقيت عماله افكر والشيطان عمال يلعب في دماغي، وقلت اكيد جوزي هو اللي جاب لها السلسله دي، واكيد كوثر هتتجوز سامي. قمت الفجر وصحيت كوثر. امل، خير يا حبيبتي؟ بتصحيني دلوقتي ليه؟ انت كويسه ولا فيكي حاجه؟ هبقى كويسه لو انت قمتي مشيتي من البيت ده دلوقتي. ليه؟ هو في يا امل؟ هو كده انا حره يا ستي، مش عايزاكي في بيتي. حاضر ماشي، هقوم وهمشي دلوقتي. وقبل ما تمشي انا عاوزه سلسله جوزي. مش فاهمه، هو انت بقى فاكره ان هو ممكن يسيبني انا ويتجوز واحده زيك؟ ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ قومي يلا، قومي وامشي من هنا. خساره يا صاحبه عمري. وانت بقى فاكره نفسك انك هتضحكي عليه بالعيال دي؟ انا جوزي بيحبني. ربنا يخليكم لبعض. سماح يا حنان، اصحوا يلا يا حبايبي، هاتي السلسله. اقسم بالله السلسله دي بتاعتي انا. كدابه، انت قلت ان شيماء خدت كل دهبك، وقلت ليكي برضو اني والله العظيم بنتي جابتها منها. والله؟ وهي بقى راحت ليها وقالت لها هاتي السلسله يا عمته، راحت اديتها لها على طول. لا طبعا، اخدتها من وراها. حراميه يعني. هقطع لسانك. قوموا يلا يا بنات. اقسم بالله يا كوثر لو السلسله دي ما جاتش مش هسيبك تخرجي سليمه، ولا انت ولا عيالك. وبعد كده طلعت الفون بتاعها واتصلت باخوها محسن. الحقني يا محسن، الحيوانه اللي اسمها كوثر سرقتني وعاوزه تاخد جزء مني كمان. اطلب البوليس يا محسن. خديها منك لله، وبكره تعرفي ان انت ظلمتيني. بره بيتي يا زباله. وفعلا كوثر اخدت بناتها ونزلت، وهي مش عارفه تروح فين ولا تيجي منين. وتاني يوم الصبح صحي سامي. صباح الخير، ايه مالك قاعده كده ليه؟ اتفضل السلسله يا استاذ. انا عارفه ان هي نازوه وراحت لحالها خلاص، واياك بقى تصرف فلوسك على حاجه زي كده من تاني. ايه ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. السلسله اللي انت جبتها للهانم. نعم، وهي قالت لك كده؟ هي عايزه توقع ما بيننا؟ اقسم بالله ما حصل. وهي رضيت تقول حاجه؟ عماله تكذب وتلف وتدور عليا وتقول ان هي بتاعتها، بس انا بقى اخدتها منها بعد ما طردتها هي وبناتها. عملتي ايه يا مجنونه؟ اقسم بالله ما اعرف اي حاجه عن اللي انت بتقوليه ده. والله فاكرني بقى ان انا هصدق كذبك ده؟ رحت مره واحده ضربتها بالقلم وزعقت فيها وقلت لها اخرسي، انت اخرسي خالص. مين اللي كداب؟ انت بتضربني يا سامي؟ هو انت فاكر ان انت هتذلني عشان انا ما بخلفش؟ لا، ده انت اتجننت على الاخر بقى. افتكر اصلك انا اللي شغلتك وانا اللي بنيتك. عندك حق، انت طالق. انا ما يشرفنيش ان انا اعيش مع واحده زيك. ايه؟ طالق؟ لا بالله عليك يا سامي، انا اسفه والله، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. اوعى كده من قدامي، انا قرفت منك. سامي يا سامي، ما تسيبنيش يا سامي. بس سامي ما ردش عليها وسابها ونزل. اما بقى في الشارع كانت قاعده كوثر وعماله تعيط. ماما يا ماما، انا سقعانه قوي. معلش يا بنتي حبيبتي، تعالي في حضني. يا ماما الحق يا ماما، الست دي مش عارفه تعدي الطريق. طيب بقولك ايه يا سماح، خلي بالك انت من اختك. وقمت بسرعه جبت الست وعديتها الطريق. الست دي اسمها ام مصطفى، ست كبيره في السن ومش لاقي حد يخدمها. شكرا يا بنتي. العفو يا امي، حضرتك عايزه اي حاجه تانية اعملها لك؟ كتر خيرك، انا بيتي قريب من هنا، ممكن بس تشيلي لي الشنط دول معايا؟ ماشي يا امي من عينيا. يا سماح يا حنان، تعالوا يلا شيلوا معايا. بناتك دول ربنا يخليهم ليكي يا رب. ما تعرفيش يا امي حد هنا عنده اوضه اقعد فيها بس انا وبناتي؟ ايوه عندي في البيت شقه. لا شقه ايه بس؟ شقه صعبه قوي، هي اوضه كفايه. ليه بس يا حبيبتي؟ اصل انا لسه هنزل وهشوف شغل وهدفع عليكي الايجار. طيب هو انت جوزك فين؟ بابا راح وعمته خدت شقتنا يا طنط. يا حبيبتي يا بنتي، دول بنات اخوهم، يعني عرضهم، ازاي بس يعملوا كده فيهم؟ تعالي اطلعي معايا، انا عايشه لوحدي. وفعلا طلعت معاها وكنت خايفه قوي.
تعالي ما تخافيش، البيت ده كله بتاعي، مفيش حد ساكن فيه الا المعلم ابراهيم، عنده محلات وبيبيع حاجات بالقسط وعنده شقق ياما، بس هو بقى ساكن هنا عشان بيدفع ايجار 3 جنيه بس. والدور التاني ساكنه فيه ام احمد، ست طيبه وغلبانه قوي بتبيع جبنه، وانا بقى الدور التالت، والشقه اللي قصادي دي فاضيه. تعالي بس معايا. ربنا يسترك يا رب، بس هتاخدي مني ايجار كام؟ نطلع فوق بس ونبقى نتكلم. وفعلا طلعت وقعدت معاه في الشقه. انتي بقى قولي لي عاوزه تشتغلي ايه بالظبط؟ انا عاوزه اشتغل اي حاجه، انا محتاجه حد يعمل لي اكل ويجيب لي طلباتي ب500 جنيه في الشهر، والشقه ايجارها 500. انا هعملك اللي انت عايزاه ومن غير فلوس كمان والله، وانا هشتغل وادفع لك الايجار. لا ايجار ايه بس اللي هاخده منك؟ انت تعملي لي ليا الاكل واشتغلي واصرفي على عيالك. ما حدش بيقف جنب حد بالمنظر ده. انت بنت حلال والله وتستاهلي كل خير. تعالي بقى افرجك على شقتك. وفعلا قمت واتفرجت على الشقه وكنت حلوه قوي، وعدى عليا يومين وانا قاعده في الشقه وكنت بعمل لها الاكل وبروق لها الشقه بتاعتها كمان. امال هما فين عيالك؟ اكيد هتشوفيهم. هما بيجولك؟ هيجولي لما اروح. كل واحد مراته مش عايزاه يجي هنا، وهم مش عايزين غير الورث وبس. ربنا يهديهم يا رب. يا رب يا بنتي. قال قولي لي بقى الاكل خلص؟ ايوه خلص وخلصت الشقه، بس ينفع يعني ان انا انزل وادور على شغل بس واسيب البنات عندك هنا؟ ايوه طبعا ينفع، انزلي يا حبيبتي، بس طبعا بعد ما تاكلي الاول. انا مش جعانه والله. انا قلت مفيش نزول من غير اكل، وخدي ال200 جنيه دول خليهم معاكي. لا والله شكرا، انا مش عايزه حاجه. يعني هو انت هتروحي تشوفي شغل كده؟ خلي معاكي فلوس ولما تشتغلي بقى اتيهم لي. اقسم بالله انا ما شفتش في حنيتك ابدا حبيبتي يا بنتي. بعد كده سبتها ونزلت، وانا ماشيه واحد وقفني. ايوه مين حضرتك؟ انا مصطفى اللي انت قاعده مع امه. خير في ايه؟ انا سمعت ان انت بتدخلي الشقه عندنا. والله العظيم باذن والدتك. انا عارف، بس انا بقى عاوز منك خدمه صغيره. احنن قلب امكم عليكم صح؟ لا يا شاطره، احنا عايزين ورق البيت دوت من الدولاب. نعم؟ انت بتقولي ايه؟ هديلك قرشين حلوين والله، بس انت شايفه البيت كبير ازاي، وماما سايبه الناس فيه، والبيت جاي مبلغ حلو قوي، وهجيب شقه لماما وهديكي 25,000 جنيه. ها قلت ايه؟ اقسم بالله انا كنت بتمنى ان امك دي تكون امي انا. اهي ابتدت اهو امور الصعبانيات. انا مش هعمل حاجه. تمام، بس ماما بقى عندها القلب، ولو عرفت بالله انا قلته ليكي هتروح فيها. سيب ايدي. هو انت بتقول لها ايه؟ ما تخليها تعرفها بقى ونخلص. شاهندة انا بسمع كلامك اهو، لكن امي تروح لا. يعني هتعمل ايه يعني؟ الراجل مش هيستنى كل ده. طيب تعالي لما اقولك. واخدتها وطلعنا لماما، واول ما طلعنا لقيت بنت صغيره فتحت لي الباب. يوه، ودي مين دي كمان؟ اكيد يعني بنتها. الله اكبر. ام حبيبتي وحشتيني. حبيبي تعالى بقى، معقول يا مصطفى جاي عشان تشوف امك؟ والله يا امي ما تعرفيش يا طنط، والله انا عملت ايه علشان يجي لحد هنا؟ ده انا كنت هسيب البيت وهمشي. والله وفيك الخير يا بنتي، اقعدي يا حبيبتي. بقيت واقفه عماله ابص حواليا. اقعد؟ لا شكرا. ما تخافيش يا قلبي، البيت بقى على طول نضيف ولله الحمد، اخيرا لقيت اللي يعمل لي حاجتي. صحيح، هما مين دول يا ماما؟ هقولك بعدين. هي سماح، معلش جهزي الغدا. لا والله مش هقدر اكل، مش علشانك انت، علشان خاطر ابني وحشني وعاوز اكل معاه. بالله عليك ما تكلم اخوك عماد ويجي وياكل معانا هو كمان. حاضر حاضر، بس برضو يا امي ما عرفتنيش مين دول. دول بنات ست غلبانه قوي، وبتروق لي الشقه دايما، وكمان بتعمل لي الاكل. ايوه يعني تعرفيها منين؟ من عندنا من البلد. لا يا امي مش عندنا، انت جايباها من الشارع. قطع لسانك، عيب عليك الكلام ده. والله يا طنط انت غريبه قوي بجد. قلتلك نجيب لك شقه جنبنا ونبيع البيت القديم دوت وانت مش سامعه الكلام. وانا بقى مش هسيب بيت جوزي، مفهوم ولا مش مفهوم؟ هو كاتبه باسمي علشان كده. يوه، انت عاجبك يعني العيشه دي؟ شاهندة لو سمحتي وطي صوتك. لو سمحتي وطي صوتك؟ بقى هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا ابني؟ ما هو انت برضو يا ماما حاجه غريبه قوي، تصرفاتك كلها مش طبيعيه وكلها غلط. قلتلك دي يتحجر عليها وانت اللي مش سامع الكلام. ايه بقى عايزه ابني يحجر عليا؟ روحي منك لله يا بعيد. قالت لهم كده واغمى عليها، وهما الاتنين دخلوا اوضه النوم وقعدوا يفتشوا عشان يشوفوا الورق. جريت حنان وسماح يشوفوا ام مصطفى اللي مرميه على الارض، وجات كوثر. يا نهار ابيض، ايه اللي حصل؟ في واحد يا ماما فضل عمال يزعق ليها لحد ما وقعت، وبعد كده كوثر طلبت الاسعاف
وجت، وكل ده ومصطفى في الأوضة عمال يشوف الورق، ونزل أول ما الإسعاف ما جت. انت رايحة على فين؟ هو ايه اللي رايحة على فين؟ رايحة معاها. وانت مين انت أصلا؟ بعد ما كنت عايزة تعملي حاجة في أمي، عايزة دلوقتي تروحي بيها المستشفى؟ أنا؟ طب وأنا هعمل كده ليه؟ أنا جيت لقيت أمي مرمية والهانم في الأوضة. اطلعي يا أم أحمد شوفي أوضة النوم عاملة ازاي، عمالة تدور على حاجة عشان تسرقها. انت كداب وقليل الرباية، الكلام ده ما حصلش. الست دي اللي شايله امك، وانا سمعتك بوداني دي وانت عمال تكلم عشان تجيب لك الورق، وهي قالت لك لا. بطل بقى ظلم وافتراء. الست بتروح مننا، لازم نمشي. انت مش جايه معانا في حته، خدي عيالك يلا وامشي من هنا. وبعد كده مشت عربيه الاسعاف ووراها مصطفى ومراته بالعربيه، وانا بقيت واقفه ومصدومه. يلا بينا يلا بينا يا ماما من هنا. يلا يا حبيبتي يلا بينا من هنا. وبعد كده ما بقتش عارفه اتصرف ازاي، لحد ما قعدت ادور واشتغلت في مدرسه عامله نظافه، وكنت بنام انا وبناتي في المدرسه، لحد ما جمعت فلوس وعرفت ان انا اخد اوضه ايجار، والبنات دخلوا المدرسه. وفي يوم لقيت سماح راجع وعماله تعيط. مالك يا حبيبتي بس فيكي ايه؟ انا مش هروح المدرسه دي تاني يا ماما. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ اصحابي فضلوا يبعدوا عني، وفي الاخر قالوا لي اكنس الفصل كل يوم، ولما رحت قلت للمس قالت كل يوم بنت. راح قالوا لي لا، ما هي امها بتمسح الحمامات، يعني اكيد هي بتعرف تكنس عننا. اكنسي عننا واحنا هنديكي سندوتش كل يوم. يا حبيبتي يا بنتي، مش انا برضو بشتغل عشان خاطر اصرف عليكم؟ احنا مش عاوزين الشغل ده يا ماما. طب وبعدين يعني، وناكل منين يا بنات؟ مش عايزه اكل، بس مش عايزه اختي تزعل، ربنا يحلها من عنده بقى. وتاني يوم رحت محل، عارفه ان هو بيطلع حاجات بالقسط، والصدمه لما لقيت فيه احمد جوز شيماء شغال. كوثر ازيك يا كوثر، عامله ايه يا بنتي؟ فينك؟ الحمد لله انا كويسه. هو انت شغال هنا يا احمد؟ ايوه، ده يعتبر المحل بتاع واحد صاحبي. طيب ربنا يخليك يا احمد، حاول ان انت تكلمهولي ان انا محتاجه مكنه خياطه بالقسط. تقولي لي ازيك وازاي احوالك وبناتك عاملين ايه. ربنا يسامحها مراتك بقى، بس انا عارفه ان انت انسان كويس ومش زيها. ده انت لو تعرفي انا فضلت ادور عليكي قد ايه، والله العظيم كنت كل يوم بنزل في الشارع زي المجنون عشان اشوفك انت فين. يعني لو كنت لقيتني يعني كنت هتعمل ايه؟ هترجع لي شقتي ولا هترجع لي ذهبي ولا هتعمل ايه بالظبط؟ هعمل حاجات كتير والله. حماتك قويه ومفتريه وانا مش عايزه لك مشاكل معاها. مفيش مشاكل، قولي لي بس دلوقتي انت فين وبيتك فين؟ انا مش عايزه اي حاجه غير بس ان انت لو تعرف تجيب لي مكنه خياطه بالقسط عشان اشتغل عليها، ويبقى كده كتر خيرك قوي. يا ستي بس قولي لي بيتك فين ومالكيش دعوه باي حاجه، ربنا يحلها من عنده. انت اهو لسه بتقولي ان انت عارفه ان انا انسان كويس، يعني اكيد مش في نيتي اي حاجه وحشه. انا ساكنه في اخر الشارع ده، اوضه كده تحت السلم. طيب خلاص روحي انت، وانا هخلص لك موضوع المكنه زي ما انت معوزه بالظبط. ربنا يخليك يا احمد يا رب، والله العظيم انا مش عارفه اقول لك ايه، كتر الف خيرك. عيب عليكي كده، احنا اهل. والله ربنا اللي يعلم، انت زي اخويا بالظبط. طيب يلا روحي وانا هبقى اجيلك. سلام عليكم. وبعد كده سبته ومشيت. وعليكم السلام يا حب عمري، اخيرا لقيتك يا كوثر. وعدى اسبوع ولقيت احمد جايلي واخد معاه شنط كتير قوي. احمد اتفضل يا احمد تعالى. ازيك يا كوثر عامله ايه؟ اتفضلي خدي الشنط دي. كتر خيرك قوي يا احمد، انا مش هقدر اقبل الشنط دي. ليه بس كده؟ معلش يا احمد بقى ريحني، هو انا تفكيري كده. طب والله العظيم مش هجيب لك اي حاجه تاني، بس برضو ما ينفعش اخرج بيهم. ماشي يا احمد. عملت لي ايه في موضوع المكنه؟ الراجل خلاص جاهز، بس والله حاولت ان انت ما تمضيش على وصل امانه، لكن هو مش راضي. لا طبعا امضي، ده حقه وانا هدفع على طول. انا عايزك في موضوع تاني. خير يا احمد، انا تحت امرك. بصي بصراحه كده ومن غير لف ولا دوران، انا بحبك يا كوثر. نعم؟ اهدي بس، والله العظيم عايزك في الحلال. هو انا عمري ما هتجوز من بعد مجدي. طيب ليه هتعيش عمرك كله كده؟ احمد الموضوع بالنسبه لي منتهي، وعمري اصلا ما هفكر اتجوز جوز شيماء علشان تاخدي حقك منها. بعد اذنك يا احمد، اتفضل مع السلامه. على العموم برضه انا عمري ما هزعلك مني، حتى لو مش موافقه تعالي بكره وخدي المكنه. انا مش عايزه حاجه خلاص. انا برضه مش وحش، قلتلك تعالي وخدي الحاجه بكره، وده كل شيء اسمه نصيب. خلاص هشوف، هستناكي، يلا سلام. ومشي احمد. وتاني يوم رحت وخدت المكنه. هو مش المفروض ان كمبيالات كل شهر اخد واحده؟ لقيت صاحب المحل بيقول لي هو وصل واحد، لما تخلصي تاخديه. ماشي موافقه وامر لله. وفعلا كوثر مضت، واول ما مشيت احمد اخد الوصل. نعم، بتاخده ليه؟ حق المكنه اهو بالفوائد كمان. هو ده ليه بقى ان شاء الله؟ مفيش، بس انا ليا بقى حساب معاها، ومش حقك وصلك. يلا سلام.
واحمد وهو ماشي عمل حادثه وراح فيها. مراته اول ما عرفت الخبر فضلت تصوت وكانت منهاره، وبعد ايام العزا كانت بتفتش في هدومه لقت وصل الامانه اللي باسم كوثر. نهارك في حلول ومهبب يا احمد، ربنا يرحمه. ليه كده يا بنتي بس؟ البيه كان مدي فلوس لكوثر. كوثر مين يا بنت؟ المخفيه مرات ابنك. طيب ليه؟ هو شاف كوثر فين اصلا؟ انا اعرف بقى. اهدي بس وفهميني كده بالراحه. لقيت وصل امانه على بياض، وده بقى رقم بطاقه الهانم، انا فاكراه كويس. وهو جوزك حيلته كام علشان يديها فلوس؟ اقسم بالله لا اخرب بيتها. يا بنت هو انت عارفه هي فين؟ البوليس بقى يوصل لها؟ لا بوليس لا، عشان خاطر بنات اخوكي يتحرقوا. شيماء، يا شيماء خدي هنا، تعالي يا بنت. وفعلا شيماء راحت وقدمت الوصل في النيابه، وقالت ان هي كانت واخده من احمد 50,000 جنيه، وفي يوم كوثر كانت بتطلع فائد للبطاقه بعد ما اتكسرت منها، وفي اللحظه دي قبضوا عليها. انا عايزه اعرف دلوقتي انا مقبوض عليا ليه؟ عليك وصل امانه وما سددتيش حقه لاصحابه. وصل امانه؟ انا بدفع القسط والله العظيم كل شهر. بتدفعي لمين؟ بدفعه لصاحب المحل. صاحب محل ايه بس؟ ورثة احمد ناجي عايزين حقهم. نعم، ومال احمد ناجي بالموضوع ده؟ يا دوب بيشتغل في المحل. هو انت تستعبطين يا بت؟ والله العظيم انا ما فاهمه حاجه خالص. شيماء مرات احمد ناجي جات وسلمت وصل الامانه، وقالت ان انت كنت واخده من جوزها 50,000 جنيه. وربنا ما حصل يا باشا، والله العظيم انا خدت بس مكنه خياطه من صاحب المحل اللي احمد كان شغال عنده مش اكتر، ومضيت على وصل امانه لحد ما سد المبلغ. ووقتها الضابط امر بضبط واحضار صاحب المحل. والله لو وديها في داهيه. حرام عليكي يا بنتي، ليه بس كده؟ خلاص بقى ما تسيبيها تربي عيالها. والفلوس اللي اخدتها من جوزي، هي مش قالت ان الوصل ده كان لصاحب المحل؟ روح انتي واساليه. صحيح انت عندك حق، انا غلطت في حق مرات اخوكي. بالله عليكي سيبيها انتي بقى تربي عيالها. بقولك ايه يا ماما، خليك انت على جنب دلوقتي. وبعد كده خدت بعضي ورحت للمعلم ابراهيم صاحب المحل. مساء الخير. اهلا اهلا اهلا، امر يا ست الكل، تلاجة غسالة اي حاجة تحت امرك. انا ابقى مرات احمد اللي كان شغال هنا. معقولة؟ اتفضلي ارتاحي، ده كان احسن حد شغال عندي هنا والله، الله يرحمه. انا كنت عايزة اعرف منك، هو احمد كان مسلف فلوس لكوثر؟ مين كوثر؟ ايوه مرات اخوكي صح. ايه ده، هو انت تعرفها؟ ايوه طبعا اعرفها، الله يرحمه جوزك بقى كان عايز ياخد الاجهزة بتاعت الجواز من عندي. جواز مين؟ مش فاهم. جواز احمد على كوثر. يا نهار في حلقي، ده كان مديلها فلوس كمان. طب والله لاخرب بيتها، خطفت الرجاله دي. اوعي تزعلي نفسك على ناس واطيه زي دي، ربنا يولع في مكان ما راح. انت الف راجل يتمناكي والله. طب انا عايزه منك طلب يا استاذ ابراهيم. انت تأمريني تحت امرك. انا عايزاك بقى تقولي الكلام دوت في النيابه. ايوه طبعا هقوله، انا لازم اقول الحق ولو حتى على رقبتي. كلك ذوق والله، ده انا قلبي طيب قوي كمان. مع السلامه. ايه رايحه على فين؟ استني بس اخلي السواق يوصلك. لا شكرا مش مستاهله، والله ما يحصل، اصبري بس. وتاني يوم ابراهيم راح النيابه وشاهد بالكلام ده. ارتحتي كده يا شيماء؟ قلبي وربي غضبانين عليك. ليه بس يا ماما؟ عشان حبست اللي كانت عايزه تتجوز جوزي؟ لا انت عارفه ان جوزك هو اللي كان طفس وهي كانت مرميه في الشارع. بقولك ايه بقى، انا دماغي مش رايقه والنبي، ربنا يحاسبني على اللي انت عملتيه في الست ده. وصلت النكد بقى بدأت. بقولك ايه، انا قايمه ارقص وفرفش شويه. ما تحترمي نفسك يا بت، بقى جوزك لسه ميت وانت عايزه ترقصي؟ يا ماما، وكمان اول عريس هيجيلي انا هوافق عليه. حوشي العرسان، حوشي العرسان اللي واقفين بالطوابير. وبعد كده الباب خبط، اهو اول عريس جه اهو. ورحت وفتحت الباب لقيته ابراهيم. معلم ابراهيم، اتفضل يا معلم. انا اسف لو جيت في وقت غير مناسب، ده انت تنور في اي وقت، البيت بيتك. ربنا يخليك يا رب. يا ماما. معلم ابراهيم صاحب المحل اللي كان شغال في زفت الطين اللي كان جوزي، وهو كمان اللي وقف جنبي في القضيه. انا قلت الحقيقه، كان لازم الناس تعرفها. لا والله فيك الخير، حضرتك عايز حاجه؟ تؤمر بحاجه يعني؟ ايه يا ماما الكلام اللي انت بتقوله له ده؟ انت شايفه يعني ان الوقت يسمح للزيارات؟ والله انا مش جاي زياره، انا جاي عشان اطلب ايد مدام شيماء. بقى جاي تطلب ايديها وجوزها ما عداش على وفاته شهرين حتى؟ الحزن في القلب يا ست الكل. وبعدين يعني هو ما كانش انسان كويس قوي علشان هي تزعل عليه. طب وعلى كده بقى الهانم رأيها ايه؟ بصراحة يا ماما المعلم ابراهيم الناس كلها تشكر فيه، وده كفاية اللي هو عمله علشاني. اما بقى في السجن كوثر كانت قاعدة وعمالة تعيط. ارحم عينيكي شوية، حرام عليكي.
والله العظيم انا ما عملت حاجه، انا كل اللي عملته ان انا جبت مكنه خياطه بالقسط مش اكتر. هو انت عبيطه؟ هو في حد يعمل كده؟ وطبعا اتاخرت في القسط فحبسي. لا والله ده الموضوع اكبر من كده بكتير. ايه في ايه يعني؟ احكيلي. حكت لها على كل الحوار اللي حصل. لا ده انت بجد هبله كده يا بنت ولا انت بتشتغليني؟ والله العظيم ما بكدب عليكي، هي دي الحقيقه. الله يخرب بيتك، ده انت كده هتتاكلي في السجن هنا، ده انت بره والناس عامله فيكي كده، امال هنا هتعملي ايه؟ هو عدى عليا سنه وانا جوه السجن ومفيش ولا واحده من عيالي زاروني. ايه مالك؟ فيكي ايه؟ البنات وحشتني قوي، معقوله نسيوني كده؟ بكره تخرجي ليهم يا حبيبتي وتنوري الدنيا كلها. انا خايفه اخرج والله، مش عارفه لما اخرج هعمل ايه. انا جبتلك شغل في دار مسنين وهم بقى هيرضوا يشغلوا واحده كانت محبوسه؟ ما تخافيش، اختي هتظبط لك كل حاجه. هو عدى عليا 3 سنين. ياه، اخيرا هخرج من السجن وهشوف عيالي. انا مش عايزاكي تزعلي منهم لو قابلوكي وحش. لا طبعا حقهم، بس مش لدرجه يعني ان هم ينسوني. انا والله كنت محبوسه عشان خاطر اجيب مكنه خياطه بالقسط علشان خاطر مصاريفهم. حبيبتي ربنا يفرح قلبك يا رب، وزي ما قلت ليك دار المسنين اللي قلتلك عليه هتروحي على طول هتشتغلي فيه، انت بنت حلال وتستاهلي. وفعلا خرجت من السجن ورحت على الشقه، لقيت عيالي سابوا الشقه، وبعد كده خدت بعض ورحت البنت الكبيره سماح بعد ما خدت العنوان بتاعها من الجيران. يا نهار ابيض، انت ايه اللي جابك هنا؟ وحشاني يا سماح، كبرتي قوي يا بنتي. بنتي ايه بس؟ انا امي رحت وجوزي عارف كده، لو سمحتي امشي. مين اللي على الباب يا سماح؟ دي واحده جايه عشان تمسح السلم يا حبيبي، غوري بقى من هنا والنبي. قلت لها كده وقفلت الباب بسرعه. بقى في حد يعمل كده؟ الست كانت لسه واقفه. اعمل لها ايه يعني يا احمد؟ هو انت بتتكلمي كده ليه؟ احمد بقولك ايه، انا مش ناقصه، اوعى كده من وشي. ايه هو في ايه؟ اختك يا ستي مش عارف مالها بالظبط. طيب اهدى بس، اهدى وانا هدخل اشوفها، انا نازل اجيب الغدا. هو قال لي كده وسابني وانا دخلت الاوضه لسماح. ايه مالك يا سماح؟ هو انت كل شويه تزعقي لاحمد كده؟ هو انت عارفه مين اللي كانت على الباب؟ امك اللي كانت على الباب. معقوله؟ يا حبيبتي يا ماما. نعم يا اختي، حبيبتي يا ماما. هو انت عبيطه يا بت؟ انت ازاي تخليها تمشي؟ هو انت ناسيه امك دي عملت فينا ايه؟ ايوه نسيت، برضو دي امي مهما كان. لكن انا بقى عمري ما هنسى ان هي خلتنا اتجوز وانا عيله عندي 15 سنه بواحد اكبر مني ب10 سنين. ايوه بس احمد بيحبك، لكن انا لا، انا مش بحبه. حرام عليكي، ده كفايه لحد دلوقتي وما يعرفش احنا اخدنا الشقه الصغيره من امه ازاي، ده لحد دلوقتي فاكر ان احنا شاريين الشقه من امه. شش، وطي صوتك، هو انت ايه فضيحه؟ ما تخافيش، احمد مش هنا، احمد خلاص نزل. هنا يا قمر هتجيبيهم وهما بيفتكروا. ام احمد صاحبه البيت بعد ما كوثر اتحبست على طول. نعم، هو حضرتك عايزاني؟ انا عارفه ان احنا لازم نمشي من البيت هنا، بس ممكن تسيبي ليا وقت اشوف بس مكان تاني انا واختي. يا حبيبتي هو انا ما عنديش اصل؟ لا طبعا، انت هتفضلي هنا قدام عيني انت واختك. بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي. ده عقد الايجار بتاع الشقه بتاعتكم، انا بعت الشقه دي لوالدتكم. نعم، حضرتك بتقولي ايه؟ يا حبيبتي انا ماليش غير هو ابن واحد بس، وكمان مسافر، وانا بقى مش عايزه من الدنيا الا الستر وبس، ومن ستر مؤمن في الدنيا ستر ربه في الاخره. خدي يا حبيبتي ربنا يحميك انت واختك. معلش، هو في حد من الجيران عرف ان ماما محبوسه؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا بس الوحيده اللي اعرف. انا بجد مش عارفه اقولك ايه. خدي بالك من اختك يا حبيبتي. وبعد اسبوع بالظبط ماتت مامة احمد، واحمد نزل من السفر عشان خاطر يعزي. احنا اشترينا الشقه الصغيره دي من مامتك وانا عايزه ابيعها. انا والله ما اعرفش اي حاجه لسه عن البيت. طب هو انت عاوزه تمشي ليه؟ احنا كنا قاعدين هنا عشان خاطر مامتك، وهي الله يرحمها راحت، يبقى هنقعد ليه؟ انت عايشه انت واختك بس؟ ايوه، بابا وماما راحوا عند ربنا يرحمهم. انا اسف والله ما كنتش اعرف. لا ولا يهمك. طب هو انت عايزه كام في الشقه؟ احنا هنسال هي هتجيب كام وهنبيعها على طول. تمام موافق. وفعلا سماح اخدت الفلوس ومشينا من البيت. والله العظيم حرام البهدله دي. هو حد كلمك يا بت؟ ما احنا كنا قاعدين في الشقه، يبقى ليه نمشي بقى؟ ما ينفعش نقعد تاني في البيت ده. طب انت اخدتي الفلوس دي ليه؟ الفلوس دي مش بتاعتنا. الله، مش الست باعت لينا الشقه علشان نقعد فيها مش عشان ناخد فلوسها؟ بقولك ايه، اقعدي بقى ساكته. انت اتغيرتي قوي يا سماح، كله بسبب امك السبب. طيب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف شقه صغيره ايجار. هو انت عبيطه يا بت؟ بقولك ايه، امشي قدامي احسن لك وانت ساكته. بجد انت غلط. ماشي برضو خليكي ساكته. وبعد اسبوع بالظبط
راحت سماح اشتغلت في شركة عاملة بوفيه، وراح أحمد الشركة دي. أول ما شافت أحمد المج وقع منها. بالراحة بس، مالك فيكي إيه؟ يا نهار في حلقي، هو أنت بتشتغلي هنا؟ أيوة، هي فترة بس مؤقتة. طب إيه مالك زعلانة كده ليه؟ لا أبدا، مفيش حاجة. الشغل مش عيب على فكرة. هو أنت جاي هنا ليه؟ دي شركة واحد صاحبي وأنا هبقى شريك فيها. بجد؟ ألف مبروك. أنا بعت البيت وخدت شقة صغيرة كده، وهكمل على الفلوس اللي معايا وهدخل شريك مع صاحبي. طيب تمام، حضرتك عايز مني أي حاجة؟ هو أنت عندك كام سنة يا سماح؟ 15 سنة. ياه، ده أنت شكلك أكبر من كده بكتير. أنا بحسب عندك 20 ولا حاجة. لا، أنا لسه صغيرة. وعدى شهر في الشركة وبدأت سماح تشغل أحمد وتهتم بيه، وجه اليوم اللي أحمد قال لها إن هو عاوز يتجوزها. أحمد، أنت بجد فاجئتني. بجد أنت إنسانة محترمة قوي، وأتمنى إن أنت توافقي. يعني مش هيجي عليك اليوم اللي تروح وتقول فيه إن أنا اتجوزت عاملة البوفيه؟ تاني يا بنتي، مش قلتلك الشغل مش عيب، أهم حاجة الأخلاق. طب هو أنا هينفع أتجوز يعني وأنا لسه صغيرة كده؟ أيوة يا ستي ينفع، بس أهم حاجة إن أنت توافقي بس. موافقة. وبعد كده روحت البيت. مالك يا سماح؟ يا رب دايما أشوفك فرحانة كده. أحمد عاوز يتجوزني. نعم؟ أحمد مين؟ صاحب الشركة اللي أنت شغالة فيها؟ أي نعم، هو بعينه. بجد؟ ألف ألف مبروك يا حبيبتي، أنت بجد تستاهلي كل خير. هو أنت فاكرة إن أنا متجوزاه عن حب؟ أمال إيه؟ عنده شقة كبيرة ومش هحتاج إن أنا أشتغل عند حد تاني. بس كده؟ أيوة طبعا، الدنيا دي أهم حاجة فيها هي الفلوس، الفلوس وبس. عمتك ورمتنا في الشارع عشان خاطر الفلوس، أمك واتحبست علشان خاطر الفلوس، كنا بنتنطط من بيت لبيت برضه علشان الفلوس، يبقى لازم نجري ورا الفلوس. أيوة يا سماح، بس أنت لسه صغيرة، يبقى لازم أعيش حياتي بقى. طيب، وأنا هسيب المدرسة بقى عشان خاطر أشتغل؟ هو أنت عبيطة يا بت؟ أنت هتعيشي معايا، وعشان يا ستي ما تحسيش إن أنت عالة على حد هتساعديني في شغل البيت. نزلت عشان أجيب الغدا، لقيت الست اللي كانت واقفة قدام الباب فوق قاعدة قدام العمارة وعمالة تعيط. هو حضرتك اللي كنت جاي عشان تمسحي السلم صح؟ السلم؟ أيوة يا ابني، احنا عندنا بواب، خدي القرشين دول خليهم معاكي، وكل ما يخلصوا تعالي وانا هديلك غيرهم، وما تزعليش من اللي مراتي عملته. شكرا يا ابني، مش عايزه فلوس. غريبه قوي، انت فيكي شبه جامد قوي من مراتي. انا يا ابني، هو انا طول يا حبيبي؟ انت فوق الكل يا ست الكل، لو عوزت اي حاجه انا تحت امرك. ربنا يخليك يا ابني وما يحرمني منك ابدا. بعد اذنك يا حبيبتي. قال لي كده وسابني ومشي، وانا مسحت دموعي وانا مش عارفه اروح فين ولا اجي منين. ساعتها افتكرت الورقه اللي كانت معايا بتاعه دار المسنين، طلبت ان انا اروح على العنوان دوت، وفعلا رحت وقابلت المسؤوله بتاعه الدار مدام عفاف. ايوه، كلمتني عنك صفاء اخت سمير. انا ليا الشرف ان انا اشتغل مع حضرتك. هي قالت ليا ان انت كنت محبوسه ليه، بس الصراحه انا نسيت. كنت طالبه مكنه خياطه قسط عشان خاطر ولادي واصرف عليهم، وما دفعتش تمنها. اهم حاجه عندي هي الاخلاق، مفهوم ولا لا؟ والله انا مش بتاعه مشاكل خالص، وهو ده المطلوب. انت شغلك اللي انت بتمسحي الاوض وتغيري للنزله، مفهوم ولا لا؟ ايوه مفهوم. تعالي بقى لما اوريكي شغلك. مشيت معاه ودخلت الاوض وعرفت شغلي بالظبط، وبعدها دخلت عشان اروق، لقيت ست كبيره قاعده وعماله تعيط، رحت عشان خاطر اشوفها. معقوله يا ست ام مصطفى؟ ازيك عامله ايه؟ هو انت تعرفيني يا بنتي؟ انا كوثر، كنت سكنت عندك في الشقه اللي قدامك. كوثر، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ هو انت ايه اللي جابك هنا؟ انا بقيت بشتغل هنا. يا حبيبتي يا بنتي، ربنا يحميكي. اكيد طبعا مش هسألك ايه اللي جابك هنا، عشان عارفه ان اكيد ابنك هو اللي عمل فيكي كده. اهو، ربنا يسامحه بقى هو ومراته. معلش ما تزعليش، المهم لو احتجت اي حاجه عرفيني وانا هعملها لك على طول. لو تعرفي تخليهم ما يدونيش منوم تاني يبقى كتر خيرك قوي. منوم ايه؟ والله يا بنتي مش عارفه، انا بيدوني كوبايه العصير بنام السبت، ممكن اصحى يوم التلات. ايه؟ معقوله؟ طب وليه كده؟ الله الله الله، من اولها وسايبين الشغل وعمالين نتكلم مع النزله. انا اسفه والله يا مدام عفاف، حقك عليا، بس هي طلعت جارتي وكنت اعرفها. اتفضلي يلا على شغلك. حاضر ماشي. انا خرجت وكان الدكتور داخل نفس الاوضه. اتفضل يا دكتور، عامل ايه؟ الحاله الجديده من يوم ما كشفت عليها وقلتلك كويسه، لحد دلوقتي مفيش اي اخبار ولا ايه؟ ده ابنها كل شويه بقى يجي، راميها بقى له سنه، اشمعنى الشهر ده اللي كل شويه يجي فيه؟ طيب والعمل؟ دي ست كبيره بس صحتها كويسه. انا بديها منوم كتير قوي عشان تفضل نايمه، وابنها لما يجي يعرف ان امه تعبانه. لا كده مش هينفع، احنا دايما بنشوف الحالات اللي ملهاش اهل عشان لما ندفن محدش يجي ويتكلم معانا،
انما بقى لو ابنها بيجي لازم اكيد هيستلمها. طب وبعدين العمل ايه يا دكتور؟ لازم تشتكي بان جنبها وجعها، وبعدين هقول ان احنا عملنا الزايده وهنشيل الكلى بس. طيب يعني هو كده ابنها مش هيحضر العمليه؟ انا عارف عنوان ابنها، وهو نازل بيتكلم في الموبايل بتاعه يتسرق واحنا نتصل ومحدش يرد علينا، وبعدين نعمل العمليه على طول ونقول له الست كانت بتموت في ايدينا واتصلنا بيك والموبايل كان مقفول. ايه هنسيبها تروح يعني؟ ايوه كده استاذ ورئيس قسم، اقسم بالله بحب شغل قوي. اعمل ايه بقى؟ وفعلا اتسرق موبايل مصطفى وحصل اللي قالوا عليه وعملت العمليه. الف سلام عليك، تعالي يا ست الكل. جنبي وجعني قوي يا كوثر. الف سلام عليك يا ست الكل، احنا شلنالك الزايده اللي وجعاكي خلاص اهي. حمد لله على سلامتك. برضه عمالين نتصل بابنك ومحدش بيرد علينا. سيبك منه بقى خلاص، بس انا كنت عايزه منك خدمه. تحت امرك يا امي، اتفضلي. ام مصطفى طلعت 1000 جنيه من شنطتها. خدي يا مدام عفاف. لا طبعا، انت بتعملي ايه بس؟ خدي دول، ده انت تعبتي قوي معايا. ايوه بس ده شغلي. اسمعي الكلام بس، وعايزه منك خدمه. اموري طبعا. عايزه اليومين دول كوثر تكون معايا. لا ازاي؟ طب وشغلها؟ تخلص الشغل وتيجي ليا. ارجوك يا بنتي توافقي، انا ممكن اخلص شغلي واجيلها على طول. وافقي يا بنتي بالله عليك، بس الاسبوع ده بس. ماشي، اللي انت تشوفيه بيها يحصل. اما بقى في بيت شيماء كانت قاعده هي وابراهيم. ايه مالك بس يا ابراهيم، فيك ايه؟ انا بقيت بحس ان امك بتكره ان انا اجي واشوفك. ما تقولش كده يا حبيبي. اللي هو البيت ده باسمك صح؟ ايوه باسمي. ليه؟ طب ما تبيعيه وتدخلي الشركه معايا في العماره الجديده. طب وامي هتروح فين؟ وانا كمان فتره مؤقته بس يا قلبي، تقعدي مع ام العيال. نعم يا اخويا، عايز نقعد مع مراتك التانية؟ لا ده انت اكيد اتجننت يا ابراهيم. اهدي بس خلاص، ناخد شقه ايجار مؤقت يعني. ايه رايك؟ طيب وامي هنعمل يعني معاها ايه؟ احنا نخليها في دار مسنين لحد ما نخلص العماره. يا نهار فحلقي، لا طبعا. فكري في مستقبلك يا شيماء، هتبقي صاحبة برج كبير وهيكون عندك عربية وفلوس كتير قوي. ايوه بس بشرط، انا تحت امرك خير. نص العمارة هيكون مكتوب باسمي. اكيد طبعا يا حبيبتي. علشان مراتك وعيالك يا حبيبي، من غير ما تقولي يا روحي. طيب ماشي، بس انا هقول لامي ايه بس؟ مفيش غير هي مدام عفاف، اكيد هي اللي هتقول لنا الحل. اصبري لما اتصل بيها. اما بقى في شقة احمد وسماح. حنان يا حنان. نعم، هو في حاجة؟ ايوه فين الاكل؟ ثواني وهيكون جاهز. هو والله يعني احمد جايب اكل من بره، ان انت تحطيه على الترابيزه دوت هياخد وقت كمان. انا اسفه ليكي، بعد اذنك. ايه ده؟ هو في ايه؟ هو انت بجد؟ لا فيلم كرتون. ايه مالك؟ دي اختك مش شغاله عندك؟ ده انا حاسس ان انا متجوز حنان، هي اللي بتعمل الاكل وبتغسل وبتروق. انت فين؟ في قلبك يا قلبي. سماح انا بتكلم معاكي جد، هي عشان عايشه معانا بتعملي فيها كده؟ احمد بقول لك ايه، ما توجعش دماغي. بجد، ولما تخلص اكل يبقى خليها تغسل المواعين، انا نازله الكوافير. سماح انت لو فضلتي بالاسلوب ده انا هيكون ليا معاكي تصرف تاني. احمد يا حبيبي، هو انت مزعل نفسك ليه؟ هي يا عم وراضيه مش كفايه ان هي بتاكل وبتشرب من غير ما تدفع جنيه واحد؟ والله العظيم انت بني ادمه مريضه. السواق جه، انا نازله. قالت لي كده وسابتني ونزلت، وانا دخلت المطبخ لحنان. حنان حقك عليا انا. لا مفيش حاجه. انت بتعيطي يا حنان؟ طيب بالله عليكي بطلي عياط، انا عايزه ماما. هي حبيبتي ربنا يرحمها، مش انا برضه اخوك الكبير؟ ما ينفعش يعني؟ احمد انا عايزه اقولك على حاجه ماما. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. يا ترى حنان هتقول لاحمد الحقيقه ولا هترجع في كلامها؟ ولو عرف الحقيقه هيعمل ايه في سماح؟ عايزين تعرفوا كل ده اكتر؟ استنوني في الحلقات اللي جايه. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل قصه جديده.